يا سويس انا كنت بحبك لان بيقولوا عليك ابو الجدعنه، بس ما يصحش يا ابو الجدعنه تفتح الشات ما بيني وبينك وتعمل عليه فيديو. ده الشات اللي بيني وبينك صح؟ بصوا بقى، اولا هو واخد الصوره مبكسله وباينه ان مبكسله وعامل عليها فيديو. السكرين شوت والصوره ما بتبكسلش، بس هو لو عايزها تبكسل هتبكسل عشان ما يبينش التواريخ. بس بالتاريخ انا بعت لك الرساله يوم 2 يناير وحط لهم السكرين شوت من شاتي. انا مش زعلان، ده انت خلاص بقى نشرت الشات ما بيننا. بس تعالى بقى اقول لك الحقيقه، يوم 2 يناير انا بعت للسويسي، ويوم 5 يناير بقول ايه، عايز نعمل فيديو لشيرين بزون وهاني فود يا صاحبي، وحاطط لك قلب. لحد ساعتها ما كانش فيه ما بيننا غير الحب والموده. وبعديها يوم 5 يناير انت ما رضيتش، بعت لك هبعت لك صينيه ايطاليا. ماشي، ده مبدئيا. هل في الشات ده في حاجه غلط؟ انا لا محتاج دعايتك، وبقولها لك للمره المليون، لا محتاج دعايتك ولا محتاج دعايه غيرك، والحمد لله انا فعلا بعمل دعايه لنفسي. بس ده تقديرا لك. ليه اصلا انا بعت لك الرساله دي؟ تعالوا نفهم مع بعض. هتلاقوا 5 فيديوهات السويسي على صفحتي، انا عامل لهم اعاده نشر وموجودين. بص البوست اهو، يوم هات انت السكرين شوت من عندك يا يوسف، 15 12 24، يعني يعني انا سبتك 15 يوم بعد كده بعت لك الرساله دي. فالفيديو هو قدامكم اللي هو عمله عن هاني فود يوم كام؟ 15 12 2024. انا بعت له الرساله في سنه 25 بعدها ب 15 يوم ولا اكتر من 15 يوم. تقديرا ليك، احتراما ليك، وبعت لك قلب وبقول لك يا صاحبي. ختام الرساله يا صاحبي وقلب، يعني انا يعني موده، في موده، انا مش محتاج لحاجه. بعديها انت طلعت بفيديو 3-1 قلت محتاج الصينيه اللي انت ومراتك جنبك. بعت لك الرساله قلت لك هبعت لك الرساله الصينيه ايطاليا، اعمل لهم دايره يوم 3-1. تاني يوم اول ما شفتها رديت عليك. انت ما فتحتش الشات خالص وفضلت تحارب فيا شمال ويمين ومن قصه لقصه 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 في ال5 فيديوهات. وانا فتحت شاتي قبل ما انزل اخر فيديو، خدته سكرين شوت يوم الاربعاء يا سويسي. يعني انت منزل الفيديو يوم الجمعه 15/1/2025 واخد سكرين شوت ساعتها، هي مكتوب كده، هاتها لهم من عندك انت يا يوسف عشان تبقى اوضح. الاربعاء الساعه 12 بالليل تم قبول الرساله ما بيننا. انت محض نيه مبيته من يوم الاربعاء، واخد السكرين شوت وفاتح الشات. طب يا ابو الرجوله ما ترد عليا حتى قدرني، قول لي يا عم نقفل الموضوع. إيه انت الناس اللي بتقول لي انتوا ليه يعني مننا لنفسنا جوه بعض، مش في رسائل الناس بتضحك تقول هو ما فيش ما بينكم رسائل؟ الرسائل هو ما بيردش عليها، وكنت هبعت له الاكل لوالدته في مكانها، بس هو ما ردش عليا اصلا. السويسي ما ردش عليا، واخد سكرين شوت من الشات ولا حتى قدرني. إيه انت بيغيظني؟ ده قبل الشات، ده اوكي، عمل الشات اوكي، وافق على الشات، عمل له ريكويست وخدوا سكرين شوت ورفض لي. يا ابو الرجوله والجدعنه، وخد السكرين شوت وحطها، خد رسايلي وحطها للناس فيديو وعمل عليها فيديو عشان يحاربني، عشان برضك. وفي الاخر يعني كل فيديو نهي يقول لك ما تجيبش سيرتي تاني يا هاني. يعني انت عايز تطلع للناس تسوق سمعتي وانا ما اجيبش سيرتك؟ ده انا هجيب سيرتك لو للمره المليون. انا فضيلك، انا وقفت محتوايا على صفحتي الشخصيه، الناس عارفاها، ومش هنزل على البراند خالص، هنزلك على صفحتي الشخصيه. انا سبت المقارنات وهعيد لك يا سويسي كل فيديو هرد عليك بفيديو واوريك ان انت اللي غلطان، وفعلا انت غلطان. ويا جماعه اللي اعقلوا الموقف وافهموه، وهتلاقوا ان السويسي هو اللي غلطان. لان بعت له رساله بقول له يا صاحبي عايز ايه تاني، بقول له يا صاحبي، ويوم 2 يناير بعد ما هو اتكلم عليا يوم 15. انا مش عايز اطول عليكم بس عشان ما تتضايقوش، بس لو سمعتوا فيديو السويسي الاخير بيقول هاني اتكلم على 17 دقيقه، ده ما ذكرش دقيقه واحده من ال 17 يرد عليها، لانه ال 17 دقيقه هو غلطان فيهم، لان كل فيديوهاته غلط وكل مره بيلففنا، كل مره يطلع بحاجه بره الحوار خالص ويطلعني غلطان، والناس تكتب كومنتات. اللي بيحبوا السويسي طبعا ليه محبينه، فبيطلعوا عندي يجوا عندي يقولوا كلام سلبي، وانا برضك الحمد لله ليا محبيني، وخلوه يمسح فيديو. في فيديو معين هو مسحه، كانوا 6، مسح واحد وانا معايا السادس دوت. ممكن حتى تجيبه لهم اللي هو بيقول فيه ربنا يديم الاونطه وبيعمل راسه كده كذا مره. والف شكر على الواجب بتاعك، وربنا يدوم الاونطه قصدي، وربنا يدوم المحبه. الفيديو مش التاني، هو عمل 2 على نفس الحوار دوت. المهم انا مش عايز اطول عليكم، بس انا بوريكم ان السويسي هو اللي عامل لفه، عامل حوار، مش رجوله بالرجوله وجدعنه تاخد الشات بتاعه وتوري الناس. ده انا مش كاتب لك في حاجه غلط، انا بعزمك تقديرا ليك لانك عامل عليا فيديو بالتواريخ. انا رديت عليك، مش انا اللي داخل لك اقول لك اعمل لي فيديو. فهمتوا؟
انا ردت عليه في سنه 25 وهو عامل فيديو في 24 وبيلففني حوالين نفسي واخد الشات وعامل قصه، وكان نفسي ترد عليا وابعت لك الاكل، ابعت لك 100 صينيه وانا اتادب بكلامي لحد والدتك. بس لو كنت رديت عليا وقدرتني زي ما انا ما مقدرك، ده بعت لك رساله وبعت لك كاتب لك فيها يا صاحبي وعامل لك قلب، عايز ايه تاني؟ واللي بعديها بقول لك هبعت لك صينيه ايطاليا. كل كلامي دوت تاخده سكرين شوت وتقول اصل انا هاني كان بيقول ده عايز بص تيجي بصوا حوار السويسي الفيديو عامل ازاي اللي عمله عليا، وبيقول ان هاني هو يعني فيها تهديد كمان. اسمع بقى فيديو السويسي. اشرح اللي كان حاصل. انا اشرح لكم عن الحلقه. الرساله اللي تحت ديت كان بعتها لي هاني فود، عاوز يدخل المطعم بتاعه. هاني فود في الفيديو الاولاني قال لك انا اللي بعمل اعلانات للمطعم بنفسي، صح؟ وعلى حكايه الصينيه يا عم هاني اقسم بالله ما محتاجها. تاني حاجه انا كنت طالع اتكلم بالعاميه، ولا انا كنت اعرفك ولا انا ما كنتش اعرفك، انا كنت اعرفك انا ما شفتكش يا على البساطه. كل اللي فات ده كان بالعاميه، ده كل واحده فيها ملف عن الثانيه، ده كل واحده فيها ملف عن الثانيه خالص. الواد ده اتكلم عليك وعمل عليك مشاكل، فانا طلعت اتكلم بموارد الله، ولا قلت لك حاجه ولا عمري اتصلت معاك. انت بالعكس اللي بعت لي رساله وبتقول لي اعمل كذا كذا. بعت لك رساله ااكد عليك، الرساله بعد كلامك، يعني رساله بعد ما اتكلمت عني، رساله تقديرا ليك يا حبيبي يا سويسي، رساله اللي بعتت لك تقديرا ليك من هاني فود ليك، مش عشان حاجه تانية، عشان انت عملت فيديو لازم ابعت لك رساله اتكلم ما بيني وبينك واقول لك يا عم لما تيجي مصر انا سمعت انك نزلت باسبورك، شفت الباسبور بتاعك وانك خلاص الحمد لله هترجع لنا بالسلامه وترجع بلدك، ولو انت حابب تعيش هناك عيش، احنا عرفنا انك تقدر تيجي مصر يعني دلوقتي، احنا فرحانين لك مش زعلانين. تعالى مصر ومطعمك موجود شريم زون، تعالى هنستقبلك احلى استقبال. بس عيب تعمل كده ليه؟ بتعمل كده انا مش فاهم انت بتعمل كده ليه؟ وفي الاخر خالص بيتكلم بطريقه عصبيه جدا. يا راجل ده انا عملت لك 3 فيديوهات، كل فيديو فوق ال10 دقايق، مفيش كلمه فيهم قلت غلطت فيك، مفيش جمله غلطت فيك فيها. ليه بتلففنا حوالين نفسنا؟ ريح عشان اقسم بالله اللي انت بتعمله ده غلط ومش لمصلحتك يا عمان، فاهم ازاي؟ لا بص انت قلت ده غلط ومش لمصلحتك، وحسيت في اخر الفيديو كده فبلاش لم ريتش على انا لم ريتش عليك. طب اتفرج على المطعم بتاعي واتفرج على صفحتي وهتعرف ان مش محتاج ريتشك خالص، وان انت هتوقع لي الريتش بسبب ان انا برد عليك. ويقول لك ايه؟ لمصلحتي. انا مش انا قلت لك الارزاق بيد الله من ناحيه مطعمي، ومن ناحيتي بقول لك الحامي هو الله. حط الجمله دي في دماغك كويس قوي، الحامي هو الله. ده في حاجات بتولع محدش يقدر يحميها ولا حد قادر يسيطر عليها. الحامي هو الله مهما كنت قوتك ومهما كان كل حاجه. والكلام دوت انا مش عايز اطول فيه. كانوا معاك هاني فود، ما تعملش فيديوهات تاني وخليك قد كلامك. للمره التانيه طلعت قلت مش هعمل فيديوهات تاني. كانوا معاك هاني فود، سلام.